سادتي سيداتي، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل للتنمية وحماية القطاع النباتي في القشبركة. مديرية حلحل تشهد سيمينارا تنويريا للتغذية بالسمك. اجتماع لتطوير الخدمات الصحية في مصوع. إيران تتوعد بالرد على هجمات إسرائيلية بضواحي دمشق. البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي. ورئيس الوزراء الإسباني يبدأ زيارة إلى الصين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت في مدينة بارنتو في 31 من مارس ورشة عمل بمشاركة كبار قادة الجيش ومدراء المديريات وجهات أخرى لسير أنشطة حماية وتنمية القطاع النباتي والحياة البرية. وأوضح حاكم إقليم القشبركة السفير محمد علي حروي في الكلمة التي ألقاها بأن إدارة الإقليم تمنح الاهتمام الكبير لحماية وتنمية الثروة الغابية والحياة البرية باعتبارها أساس كل برامج التنمية. وقال يجب الاهتمام لنواقص العمل وتقييم الأنشطة المنفذة. وذكر المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هبتوم أهمية حماية وتنمية الثروة الغابية والحيوانات البرية، مشددا على ضرورة تقوية التنظيم والتنسيق في العمل وتعزيز دور الشركاء. وأوضح مسؤول التنمية والحماية في سلطة الغابات والحياة البرية السيد موسي روبيل في الورقة التي قدمها، أوضح الأوضاع العامة للغابات والحيوانات البرية في البلاد والإقليم وأسباب وتأثير قطع الأشجار والاستراتيجية التي يتوجب اتباعها للتصدي له وفرص وتحديات الحماية والتنمية، مناديا لإزالة الإهمال القائم لحماية الأشجار. وأوصى المشاركون في الورشة لاتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد قاطعي الأشجار وتعزيز التنسيق في العمل والقيام بأنشطة توعوية مستمرة في أوساط المجتمع وتوفير خيارات الطاقة التي تحد من الحطب وإيجاد وسائل تحسين الرعي والحياة المؤدية لقطع الأشجار والدفع لتنمية المحميات وتقوية دور القرى وتشجيع الوسائل التراثية لحماية الأشجار. وأكد قائد هيئة أركان قيادة الجبهة الغربية العميد صحية مكنن في خطاب ورشة العمل على استعداد قوات الدفاع للعمل بكامل القدرات في برامج حماية وتنمية القطاع النباتي والحياة البرية، داعيا الإدارات لتحديد مواقع التشجير والاستعداد للعمل. نظم مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم عنسبة سيمينارا تنويريا في مديرية حلحل لتربية السمك والتغذية بها. وأوضح مسؤول تنمية الأسماك السيد سلمون برختاب أن تربية الأسماك يساعد في إيجاد الغذاء المتكامل ورفع دخل الأسرة من خلال العمل في جمعيات تعاونية. وقال إن السدود الثلاثة في المديرية زرعت فيها الأسماك وتنتج جيدا في الوقت الحالي، داعيا المواطنين للاستفادة الجيدة منها وحماية السدود من الطمي. وأوضح أعضاء الجمعيات التعاونية أن معرفة الصيد المكتسبة ساعدتهم لتوفير الغذاء الجيد لأسرهم والاستفادة الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى زرع 16 سدا في إقليم عنسبة بالأسماك. عقد قسم السياحة في إقليم الشمال البحر الأحمر اجتماعا يوم 30 من مارس بحث جودة ومميزات وقصور وتحديات المرافق الخدمية السياحية في مدينة مصوع. وأوضح مسؤول القسم السيد موغوس أسكودوم أن جودة خدمات المرافق الخدمية ضروري لارتياح الزبائن وتطوير قطاع السياحة، وشرح الدعم والتشجيع الذي يقوم به القسم للمرافق الخدمية.
من جانبه أوضح مسؤول فرع تصاريح العمل ومواصفات الجودة السيد موسى إبراهيم أن على المرافق الخدمي العمل فقط بالتعليمات ومواصفات الجودة وتصريح العمل المقدم، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية للمرافق التي تعمل خارج إطار التعليمات المقدمة. وذكر المدير التنفيذي في إدارة مدينة مصوع السيد تولد تسفازقي القيام بالمراقبة والغرامة المالية لزيادة الأسعار والأنشطة غير القانونية. وطالب الاجتماع لمراقبة الفنادق التي تعمل دون تصريح واتخاذ إجراءات تصحيحية ضد المتاجر التي تستخدم مكبرات صوت مزعجة لمحيطها. يقوم سكان ضاحية دكسا في مديرية سجنيتي بأنشأة نفير واسعة لإنجاح برامج التشجير وإصلاح مساقط المياه. وقال خبير حماية الثروة والمياه السيد زرماريام طومزجي إن الرعاية والحراسة يجب إلى الاهتمام الأكبر إلى جانب التشجير، مؤكدا بأن مبادرة سكان دكسا ستسهم في نمو جيد الأشجار التي غرست الخريف الماضي والبالغة حوالي 15,000 شجرة. وأوضح مدير مديرية السجنيتي السيد عبد القادر حاج عند تفقده للنفير التنموي أن المبادرة تعكس وعي الشعب في برامج التشجير وحماية التربة وحفظ المياه، مشيرا إلى اتخاذ برنامج مماثل في كافة المديرية. عقدت شرطة الإقليم الأوسط اجتماعا تقييميا لأنشطة الشرطة الأهلية بحضور قادة مراكز الشرطة وأعضاء الشرطة الأهلية في 30 من مارس. وأوضح قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم قرماي قبر ميكائيل في التقرير الذي قدمه وجود 1,100 عضو في الشرطة الأهلية على مستوى الإقليم، وأن الهدف من الاجتماع هو تقييم الأنشطة التي يقومون بها بالتعاون مع مراكز الشرطة. وذكر رافع 144 قضية إلى الشرطة الأهلية في الربع الأول من هذه السنة، وتم حل 102 منها مباشرة، ونقل 26 قضية إلى مراكز الشرطة لارتباطها بالجريمة وتمرير 16 قضية للمحكمة الأهلية. وأشار قائد شرطة الإرتريا العقيد محمد صقاي في الرسالة التي وجهها إلى الدور الهام للشرطة الأهلية لإحلال السلم والأمن، داعيا إدارات الضواحي لتعزيز التعاون مع الشرطة الأهلية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرتريا، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني معطل أحد مستشاريه العسكريين في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت ضواحي دمشق. وأشار الحرس الثوري في بيان له أن ميلاد حيدري أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني في سوريا قتل خلال هجوم إسرائيلي على ضواحي دمشق، متوعدا بأن طهران سترد دون شك على هذه الجريمة حسب البيان. وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء السورية السانا أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين 2 بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بسماع الدوي 6 انفجارات قوية في مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري أطلقت مضادات أرضية. باتت تركيا آخر دولة عضو في حلف الشمال الأطلسي تصادق على طلب انضمام فنلندا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ووافق النواب الأتراك بالإجماع على انضمام الدولة الإسكندنافية بعد أسبوعين على إعطاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبركته علنا لانضمام فنلندا. ورحب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا، قائلا إن ذلك سيجعل أسرة الناتو أقوى وأكثر أمانا. من جانبه شكر الرئيس الفنلندي الدول 30 الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي على دعمها انضمام بلاده إلى التحالف، وهو أمر بات وشيكا بعد إعطاء البرلمان التركي موافقته التي كانت لا تزال ضرورية.
وتم التصويت بلا قلق بعد ما وافقت عليه اللجنة البرلمانية التركية للشؤون الخارجية الأسبوع الماضي. وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويتوقع أن تركز مباحثات الزعيمين على العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب في أوكرانيا. وبهذه الزيارة يصبح سانشيز ثالث زعيم أوروبي يزور الصين منذ تفشي وباء كورونا أواخر ديسمبر 2019 بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أواخر عام 2022. وتساعد الدور الصيني في الفترة الأخيرة مع إعلان الاتفاق المفاجئ بين إيران والسعودية برعاية صينية. كما طرحت الصين نفسها وسيطا في الحرب الروسية على أوكرانيا مع نشرها وثيقة مكونة من 12 بندا بمناسبة مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا، دعت فيها كل من موسكو وكييف إلى استئناف مفاوضات السلام. الخبر الأخير في هذه النشرة: قضى ما لا يقل عن 35 مصليا هندوسيا وأصيب نحو 16 آخرين بعد انهيار أرضي معبد في الهند، حسب ما أفاد مسؤول بالحكومة المحلية. وقال مسؤول كبير بالحكومة المحلية لرويترز أنه تم إنقاذ 18 شخصا وعثر على 35 قتلى بينما أصيب 16 آخرون. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا لإزالة الركام مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث. وأفاد المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا أن عمليات الإنقاذ متواصلة، فيما نقل الناجون إلى المستشفى. نهاية النشر. هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل تنمية وحماية الغطاء النباتي في القشبركة. مديرية حلحل تشهد سيمينارا تنويريا للتغذية بالسمك. اجتماع لتطوير الخدمات السياحية في مصوع. إيران تتوعد بالرد على هجمات إسرائيلية بضواحي دمشق. البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي. ورئيس الوزراء الإسباني يبدأ زيارة إلى الصين. انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.